بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي يا احلى مشاهدين؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير وبصحة والسعادة. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. هنعمل النهاردة ان شاء الله مع بعض كده كوباية دقيق. هنعملها حاجة حلوة سريعة. يلا هنشوف هنعمل ايه بالكوباية الدقيق واحدة بس. احنا عندي كوباية دقيق واحدة بس، جبتها زي ما انتم شايفين، حطيتها كده في الطبق زي ما انتم شايفين. نزلت عليها بشوية مية دافين وربع معلقة صغيرة ملح كده وعجنتها زي ما انتم شايفين وغطيتها ترتاح شوية. وهنشوف هنعمل ايه بالكوباية الدقيق بتاعتنا دي. هنعمل حاجة حلوة سريعة وفي نفس الوقت مش مكلفة. وفي الشتاء ده اي حاجة هتعمليها هتتاكل، لان عايزين اي حاجة حلوة ناكلها كده واحنا قاعدين. الجو زي ما انتم عارفين برد، وعايزين حاجة تدفينا، فهي يعني مش مستاهلة. انا قلت هعمل كوباية، براحتك عايزة تعملي كوبايتين تلاتة اربعة زي ما انت عايزة، بس انا قلت هعملها بكوباية دقيق واحدة كده علشان حاجة سريعة كده ما تاخدش مننا وقت. جبتها قطعتها بعد ما ارتاحت، قطعتها كور صغيرة كده زي ما انتم شايفين. هنعمل ان شاء الله حاجة حلوة سريعة جميلة للولاد. زي ما انتم عارفين حبايب قلبي، اي حاجة بنعملها في الشتاء بالذات بتتاكل لو حلوة. تعمليها سريعة في ثواني كده وانت قاعدة. اي حاجة بنعملها بتتاكل وبتبقى زي العسل، وبتبقى يعني اقتصادية وجميلة. زي ما انتم شايفين كده، انا جبتها كده فردتها طبقتها كده من على الاربع جهات كده طبقتها. زي المربع كده. زي ما كنت بتعملي فطيرة، تجيبيها تفرديها وتطبقيها على الطول الاول، وبعدين ترجعي بقى بالعرض كده تطبقها على بعض 4 طبقات. وزي ما انتم شايفين حبايب قلبي، هنعمل الحاجة الحلوة بتاعتنا. والله عايزة تعملي نص كيلو دقيق اعملي، بس انا حبيت اعمل الكوباية دي كده عشان تبقى تعملي بقى براحتك بقى. انا جبت كده فردتهم زي ما انتم شايفين بعد ما طبقتها على الاربع كده. سبتها ارتاحت شويه، وبعدين جت فردتها بقى وسبتها برضو بعد ما فردتها ارتاحت شويه. وقيمة 10 دقايق كده بعد ما فردتها، وتاني بعد ما طبقتها فردتها تاني وسبتها ترتاح. وجبت الطاسة بتاعتنا حطيت فيها شوية زيت، وهننزل بقى بالخبز بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. جبنا الزيت يكون سخن، مش سخن قوي يعني، يكون مش عشان ما يحرقش لنا العيش بتاعنا بسرعة. ونجيب كده الزيت كده نحطه على وش العيش بتاعنا. قب زي ما انتم شايفين كده. بصوا اتنفخ معانا ازاي، اتنفخ كده في الزيت. والله عايزة تعمليه في الفرن، ترصيه في صينية وتدهني وشه زيت وتحطيه في الصينية في الفرن عادي. بس انا قلت هعمله في الزيت عشان يبقى سريع معانا. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، العيش بيتنفخ معانا في الزيت. بصوا جميل ومورق وزي الفل. عايزة بقى تعملي براحتك، تكتري يعني كل واحد براحته. احنا عملنا الكمية بتاعتنا، هي جت معانا 6 وحدات كده، خبزات كده يعني حلوين منفوخين ومورقين وجمال. جبتهم كده زي ما انتم شايفين. هنطلعهم بقى كنت انا عندي بقى سكر بودرة. رشت عليهم سكر بودرة كده، وطعمهم خرافة، ولا مورقين ومقرمشين وجمال جدا جدا. وده كان الفيديو بتاعنا، فيديو بسيط. وما تنسوش بقى اللايك للفيديو واشتراك في القناة، في قناة أيام حلوة مع ماما وسلمى 2. وده كان الفيديو بتاعنا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. ودي الحاجة الحلوة بتاعتنا جميلة وسريعة وفي نفس الوقت مقرمشة وجميلة. هتحط بقى عليها، عايزة تعملي عليها شربات، اعملي. انا رشيت عليها سكر بودرة، جميلة ومورقة وجميلة من جوه ومنفوخة وزي الفل. ده كان فيديو بسيط كده حبايب قلبي، وحشتوني. انا حبيت بس اعمل معاكم